بسم الله الرحمن الرحيم. يشرف قناة النادر أن يلتقي بالأستاذ محمد سليمان ولياب، رئيس المنتدى النوبي العالمي وأحد رموز العمل النوبي بالرياض، على خلفية هذه الندوة التي قدمتها الأسرة النوبية، الندوة الثقافية الفنية بالرياض. مرحبا بك أستاذ محمد. يا أهلا بك وأهلا بقناة النادر والأسرة النوبية والجالية المصرية. مرحبا بك مرة أخرى. نقول للأستاذ محمد، كان سبب هذا الملتقى مرور 50 عاما لهجرة النوبيين. عندما نقول هجرة النوبيين، ما الذي تريد أن توصله لغير النوبيين؟ هجرة النوبيين هي قضية يعني ممكن نسميها أنها مشكلة قائمة، لا نستطيع أن نختصرها في جملة أو كلمة هجرة، بل أنا دائما أقول عليها تهجير وليست هجرة، فبمعنى أن الهجرة بإرادة وإنما التهجير من غير إرادة المهجرين أو المقصودين بالهجرة. نعم. قناة النادر حريصة على نقل مثل هذه الفعاليات، وأنتم لكم تجربة سابقة مع قناة النادر. كيف تعاملتم مع قناة النادر، وما الذي أعجبكم، وما طموحكم حول هذه القناة؟ طبعا القناة وليدة فتية، يعني ولدت بأسنانها كما يقال، يعني لها أن تدخل التجربة وتستفيد من تجارب الآخرين، والقناة يعني هي مستمرة وإضافاتها جيدة والأمل معقود في التيم العمل. فأنا أتابع القناة من خلال عبر النت، فأجد أن هنالك شباب طموحين يعني لهم بصمات واضحة، يعني نقدر نقول إنهم هم إن شاء الله هم حيكونوا اللبنة الأولى لقناة فضائية إن شاء الله في القريب العاجل. ما الذي تريد أن تقوله للنوبيين لعرض مشكلاتهم ولحل مشكلاتهم؟ القضية شائكة وطويلة، والنوبيين أقدر إلى حل مشاكلهم أو التطرق إلى قضاياهم، إنما ما هو داير اليوم في القضايا النوبية أو المشاكل النوبية أو الملف النوبي كما يحلو البعض يعني يسميه، ألا يختلط العمل النوبي العام بالسياسة. فلو سمحتم لي أن أقول أن السياسة قذرة، يعني مش أنا اللي بقول، هم من أصحابها قالوا عليها هذا الديرتي جيم. فيا ريت إنه إخوتنا بالذات في العمل النوبي أن يهتموا بقضاياهم النوبية البحتة كأساس لمرتكز العمل، وبعد ذلك لهم أن يتطرقوا إلى القضايا السياسية التي تهم الوطن، فهم جزء من الوطن، ولكن أولى لك فأولى. فالقضايا النوبية اللصيقة أو دائرة المركز أن تكون القضية النوبية. شكرا الأستاذ محمد سليمان ولياب على هذا اللقاء. شكرا للمشاركة، وشكرا للمشاركة في الندوة، وشكرا للمشاركة مع قناة النادر، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.